كده هم يعتبر اول يوم هم للبلاتي اللي احنا عملنا الفيديو بتاعهم على القناة ونزلناه. كان اول ما نزل كانوا لسه نازلين من الام. الحمد لله في منهم بدأ يسبح لوحده، وفي منهم بيطلع كمان فوق شوية، بس هم لسه لحد دلوقتي تغذية على كيس الملح. طبعا اللي باقي في الارض ده شوية الاكل اللي احنا كنا منطورينه. بص في حاجات سباحة حرة اهي، خلصت كيس الملح وبتبدأ بقى ايه تقوم تلقط رزقها. الله اكبر، كمية محترمة. في كام حاجة كانوا ميتين زي اللي انا وريتها لكم كده وايه، وبدأت اشيلها. وفي حلزون متطفل اهو، هوريه لكم. ده بيجي مع الزرع، لو في حد مربي حاطط زرع كده بكميات وبتاع. انا طبعا جبت زرع من كذا حد يعني مختلف الفترة اللي فاتت. بيجي مع الحلزون ده، هو مش مشكلة فيه، هو بس لو تكاثر بيتكاثر بكميات رهيبة. اللي هو ده فبيبقى شكله رخم، بس هو بياكل اصلا الطحالب الخضرا من على الورق، وهو اصلا ميزته ان هو خفيف، حلزون خفيف، ما يعني هو تقريبا ده اخره، مش عايز يعمل زوم بس. وطبعا لقينا هنا نموات جديدة لحلزون، مش عايز يجي، ممكن اوريكم اللي هنا ده فين. طبعا احنا مش هنفضل نسيبهم هنا، احنا هنبدأ بس ايه نراعيهم هنا في المكان ده في الاول، عشان خاطر الاحواض عندي كلها مليانة. ربنا يبارك ويزيد. وهنبدأ متابعينهم هنا شوية، وعشان خاطر نبدأ نتعامل ان هنا في درجة حرارة وفي سخان شغال وفي كل الكلام ده. وانا ظابط الحرارة كلها على 28، عشان طبعا الشتاء لازم يبقى متثبتة، وابقى بشيك عليها كل يوم من خلال الترمومترات واشيك ان السخان شغال كويس. فاحنا نبدأ نتابع معاهم. كده كده في شوية اكل محترمين هيفضلوا يتغذوا عليهم اول ما يخلصوا. كان في واحد الاندلر ده بيعمل شغل بس كده بيحاول يخش لهم. والنبات الطافي ده برضك كويس. فهنبدأ نتابع معاهم، هيخلصوا شوية الكيس الملح اللي عندهم ويبدأوا يتغذوا على شوية الأكل اللي موجودين. وأول ما أشوف إن هم شدوا حيلهم شوية يومين تلاتة، ممكن قرب الأسبوع، هبدأ أنقلهم في مكان تاني. عندي أحواض بلاستيكية كده هبقى أوريها لكم، وأبدأ أديهم بقى العلف بتاع الأكبر شوية. أبدأ أحط لهم سبرولينا، أرتميا، يشدوا حيلهم شوية، اديهم دافنيا، كل الكلام ده هوريه لكم أول بأول. واللي عايز يسأل على أي حاجة برضه يكتب في الكومنتات أو يبعتلي على أي حاجة في الصفحة، مفيش أي مشكلة. بس دي باختصار كل التفاصيل اللي هنبدأ نتابعها أول بأول، ده يخص البلاتي. ولو في أي حاجة ظهرت معانا خلال الأيام الجاية برضك هبقى أتابعكم بيها. أهم حاجة الحرارة، وأهم حاجة الفلترة الكويسة، والأكل. يعني هما الزريعة بعد ما تخلص كيس الملح بتبقى محتاج تاكل يعني فرنج 3 4 مرات في اليوم. فعشان كده تحاول تحط لهم اكل بزياده، عشان خاطر مش بيفترى، بس عشان خاطر يبقوا ايه، يبقى في اكل باستمرار. كل لما يبقى الاكل اللي عندهم خلص بتحط لهم تاني. بس مش بكميات رهيبه زي ما حصل عندي انا، بس عشان خاطر كانت الام كنت ممكن افضل سايبها هنا، فعشان خاطر كنت حاطط لها التغذيه الكافيه دي. بس ده العلف اللي انا كنت حاطه قدامكم ده العلف بتاع حازم ميلانو، موجود في المعادي. وعندي طبعا حاجات مختلفة، عندي قراص تروبيكا، عندي سبرولينا قراص وبودر، عندي علف هولندي. فبحط حاجات ميكسات. وحتى العلف اللي انا حطيته في الاول خالص كنت جايبه من شيلد، ده اللي هو العلف بتاع 7 ايام، اللي هو زي ده كده. وبس. وده العلف التاني بتاع حازم اهو، بستخدمه برضك جميل جدا، ميكس كده حلو. وربنا يبارك لكل الناس اللي بتحب تربي، ولو في اي حاجة انا تحت امركم. ايوه هو ده اللي في النص ده بالظبط، عامل لكم عليه دايره. وفي واحد تاني هنا تحت الكور دي، بس تقريبا مش هيبان اهو. هو ده اللي عند اول الكرة الزرقاء التانية دي، ده القوقع الحفار اللي هو دوت. كنت برضك هحطلكوا الصور بتاعته، وهبقى انزل فيديو مخصوص ليه برضك على القناة تقدروا تشوفوه ومميزاته. حاجة عظيمة يعني الحفار ده بصراحة، لسه جايبه اصلا مكملش عندي اسبوع، وعرفت ان هو بيتكاثر بسرعة رهيبة يعني. وادي حتة منه اهي، وحتة تحت الكورة. ده انا شفته لما كنت ناقل
لما كنت ناقل الصخرة عشان احطها في الحضانة، طبعا تقريبا كان عليها الحفار الصغير ده، عشان كده ظهر. وده الكاتفش بياكل، وده الانجل بياكل، وده الانجل التاني. في شوية زرع حلوين مش عايزين نبوظ الدنيا، نقلتهم هنا وجبت معاهم النتاية التانية عشان خاطر لو لسه في اي حاجة. اشوفكم على خير بقى في الفيديو الجاي.